أو هذا الأمير في شيء من الدخل، اسكت، فإن من رأى من أميره شيئا فليصبر ولا ينزع يدا من الطاعة. ما له داعي أن يبث أخطاء الأمراء والعلماء أمام الناس، وأن تفضح في وسائل التواصل الاجتماعي، فلان فيه وفلان في بيته وفلان عليه وفلان شفناه وفلان سرق وفلان ما قام بالنظام وفلان سرق. ما لك دخل أنت أن تسعى في تقويض بناء المجتمع. أو يرضى الواحد منا أن يرى أخته يقودها علج من علوج هؤلاء المبتدعة أو علوج هؤلاء الفسقة وقطاع الطرق وهو لا يستطيع أن يدافع عنها؟ لا، ما في حكومة، ذهبت الحكومة واشتغلت بإخماد المظاهرات. والله لو يتغير الحكم قليلا لترى بعينك ما كنت سترضى معه أن يحكمك كافر يهودي زنديق، كافر يهودي زنديق. تقول يا ليت يهودي يحكمنا ونأمن ولا نقعد في هالفتنة. يقول إن السلف رحمهم الله يوم تحت إمام ظالم غاشم خير من 70 سنة في فتنة عمياء صماء. هذا الذي ندين الله جل وعلا به. احذروا يا أيها المجتمع من قبول أي شائعة على أمير أو عالم. احذروا أيها الإخوان، احذروا أيها المواطنون، احذروا أيها المسلمون من أي دعوة يتفوه بها هؤلاء الذين يزخرفون القول غرورا في الخروج أو المظاهرات. وإن هؤلاء الكلاب يتكلمون فيما يحبه الناس. أولم يظلمكم وليكم في وظائفكم؟ أنتم دولة نفطية، لو أعطى كل واحد منكم وظيفة. ويبدأ يجتر كما يتجتر البقرة، وهو يريد أن يقوض بناء المجتمع أصلا، ويريد أن يهدم أساسات المجتمع. قد امتلأ قلبه حقدا على أمننا وديننا واستقرارنا وعلمائنا والتفافنا حول قادتنا وأمرائنا. لا تقبلون يا إخوان، انتبهوا، إياكم أن تقبلوا هذه الشائعات في علمائنا أو أمرائنا أو ديننا أو وطننا. ولنكن إخوة متحبين في هذا الوطن مع أمرائنا، لحمة واحدة، يدا واحدة، قوة واحدة، صفا واحدا، لا نخترق ولا يجد العدو فينا ثغرة واحدة حتى ينفذ إلينا من قبلها. لا تكن أنت تلك الثغرة التي يخترق العدو صف هذه الأمة في هذه البلاد من قبلك أنت بقبول تلك الشائعات أو قبول تلك الأراجيف. هذا الذي ندين الله جل وعلا به، والله هذا الذي ندين الله جل وعلا به، وهو الذي سيسألنا الله جل وعلا عنه يوم القيامة. ألا هل بلغت أيها الإخوان؟ اللهم اشهد. اتقوا الله في وطنكم، واتقوا الله في ولاة أمركم، واتقوا الله في علمائكم، واتقوا الله في أعراضكم، واتقوا الله في أموالكم، فإن كل ذلك سوف يذهب سدى إذا قبلنا مثل هذه الأطروحات الفاسدة في ديننا وعلمائنا وولاة أمرنا. وأظن ما عاد يبقى شيء على الصلاة. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.